قصص أطفال قبل النوم. قصة الصداقة سر القوة. تأليف وصوت إيمي مصطفى. حكايتنا النهاردة يا حلوين عن وليد وزينة وإزاي بقوا أصحاب. وليد ولد ذكي وشاطر في المدرسة، لكن للأسف ملوش أصحاب. زمايله كانوا دايما بيتريقوا عليه علشان تخين. أحلى حاجة عنده في الدنيا الأكل والحلويات. ما كانش بيقدر يشارك زمايله في أي لعبة أو نشاط مدرسي، وكل فترة جسمه يتخن أزيد. ماما وبابا حاولوا يخلوه يخس علشان صحته وعلشان محدش يتنمر عليه من زمايله، لكن للأسف كان بيضعف وياكل أكتر. في يوم الأولاد في المدرسة لقوا بنت جديدة جاية من مدرسة تانية علشان باباها شغله نقلوا لمدينتهم، فالبنت بقت في بيت جديد ومدرسة جديدة عليها ما تعرفش حد فيها. تعالوا نتعرف على البنت الجديدة. اسمها زينة، بنت جميلة وذكية، وكانت بتاخد جوائز في مدرستها القديمة، جايزة في الدراسة وجايزة لأنها لاعبة كرة سلة. زينة فرحت بالبيت الجديد قوي لأنه كبير وفي جنينة. بابا قدر يعمل لها عمود في شبكة سلة علشان تعرف تتدرب على لعبتها المفضلة في أي وقت. أول يوم راحت زينة المدرسة الجديدة، حاولت تكون لطيفة وتتعرف على باقي الأولاد. الأولاد أول ما شافوها أعجبوا بجمالها، لكن أول ما اتكلمت وشافوا شريط معدني حوالين أسنانها بدأوا يضحكوا ويتريقوا عليها. زينة زعلت قوي. في الفسحة قعدت زينة لوحدها في مكان بعيد في جنينة المدرسة، لكن لقت وليد قاعد هو كمان لوحده. ابتسم لها وعرفها بنفسه. سألته: ليه قاعد لوحدك بعيد عن زمايلك ومش قاعد معاهم؟ وليد قال لها: علشان الأولاد بيتريقوا عليا وسموني تختخ لأني مش بعرف أسيطر على حبي للأكل والحلويات. أعمل إيه؟ هي دي الحاجة اللي بتبسطني، وهم مش بيرضوا يخلوني ألعب معاهم لأني بتعب بسرعة ومش بقدر أجري زيهم. فهمت. زينة ووليد بدأوا ياكلوا سندوتشاتهم وكملوا كلامهم. وليد سأل زينة: انتي زعلانة علشان الأولاد اتريقوا على أسنانك؟ زينة ردت: كنت أتمنى يبقى عندي أصحاب بدل أصحابي اللي سبتهم في مدرستي القديمة. هما بيقولوا عليا شكلي وحش. قريب هشيل التقويم ويبان إني جميلة مش قبيحة. بدأت أجازة نص السنة. في يوم وليد كان زهقان فخرج من بيته يتمشى. كان معديه قدام بيت زينة، لقاها بتتدرب ازاي تحط الكرة في نص السلة. اتفرج عليها شوية. زينة شافته وطلبت منه يلعب معاها. لعب وليد معاها شوية صغيرين. تعب قوي لأن جسمه تقيل بسبب كتر الأكل وعدم ممارسة أي رياضة. زينة بدأت تشجع وليد على إنه ينظم أكله زيها بالنظام الغذائي اللي المدرب بتاعها كتبه ليها علشان البطولات. ولأن زينة هي صديقة وليد الوحيدة واللي بتعامله بلطف، بقى يلعب معاها كل يوم كرة السلة، وبعدها يرجع وليد بيته ماشي.
يوم ورا يوم بدأ وليد يحس إنه بيتغير، لأن الرياضة بتخلي الجسم يفرز مادة تخليه مبسوط وراضي عن نفسه. كل يوم يحس إن جسمه فقد وزن، لكن بقوة وعضلات خفيفة خلت شكله أحسن، وده شجعه على الاستمرار. خلصت الأجازة ورجع وليد وزينة المدرسة. الأولاد لاحظوا إن وليد شكله اتغير وبقى مش تخين، وما بقاش حد يعرف يتريق عليه تاني. أما زينة كان في مسابقة لكرة السلة بين مدرستها ومدرسة تانية، هي وفريق المدرسة كسبوا الجايزة. وقتها الأولاد في الفريق نسيوا أسنان زينة وحيوها على مهارتها في اللعب، ولقوها حبوبة وذكية وبطلوا يتريقوا عليها. وليد استمر في الرياضة واسترد رشاقته، أما زينة فشالت التقويم اللي على أسنانها وبقت أكثر جمالا. وقتها الأولاد اعتذروا الوليد وزينة لأنهم كانوا قاسيين القلب وتصرفهم كان وحش معاهم، وتعلموا إن المظاهر خداعة، وإن القوة الحقيقية في الصداقة والاجتهاد وتقبل الناس حتى لو كانوا مختلفين عننا. ولغاية هنا الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.